مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم حبيت اخذكم جولة وياي بالمول، ان شاء الله تستمتعون بالفيديو، تابعوني. وبديت وياكم باصباغ الشعر والوانها الحلوة. كل الالوان هي حلوة، لكن اهم شي تختارين اللون اللي يناسب بشرتك. الالوان الدارجة لهالموسم الحمارات، الغامق، البلاتين، يعني الاشقر، النحاسي، وماركات مختلفة. هذه ماركة ريفلون أمريكية همينة، يعني سعرها جدا مناسب ونوعيتها زينة. لوريال، الجارنيه، كل الألوان والأنواع موجودة. وهذه الألوان الجريئة، الأزرق، الوردي، البينك، الأخضر، يعني حتى سعرها غالي، يكون أغلى من أسعار الأصباغ الطبيعية العادية. وهذه مكيفات الشعر، أغلبها طبعا تكون بالزيوت الطبيعية أو بالأعشاب، بالصبار، بزيت الزيتون، بالشاي الأخضر، بزيت جوز الهند. أنواع كثيرة وأغلبها تكون صحية، يعني طبيعية، حتى ريحة ما بيها. هذه همين بالزيوت، بالشاي الأخضر، بزيت الأرغان، وأنواع وأشكال من الشامبوات. هذا نوعية شامبو بالبايوتين والكولاجين، شفته قبل فترة على اليوتيوب وجربته، وبصراحة جدا ممتاز، يقلل من تساقط الشعر وينعم الشعر. ريحته حلوة. هذه حمامات زيت للشعر، تجي باستخدام واحد، تجي بالعسل، بالزبادي، بزيت الزيتون، مغذية وتنعم الشعر. وهذه أنواع شامبوات خاصة باللون الأحمر، تحافظ على اللون الأحمر، يعني لأن اللون الأحمر معروف يعني لونه بسرعة ينزل ويروح يصير باهت. فأكو شامبوات تحافظ على لون الشعر. هذا الشامبو البنفسجي خاص بالشعر البلاتين أو الشعر الأشقر، تحافظ على لونه، جدا حلو، أنا مجربته قبل فترة، جدا ممتاز. هذه ماركة ترسمي، وماركة لوريال، بانتين. بانتين همين منزلين منتجات جديدة للعناية بالشعر، أكثرها تعالج التساقط، يعني بس لازم واحد يجرب ويشوف اللي يلائمه، يلائم فروة راسه. أنواع وأشكال، يعني مرات واحد يعجبه يتفرج. هذه كريمات خاصة بالجسم، أكثرها بالكولاجين وبالفيتامينات، فيتامين إي، وبالزيوت الطبيعية للوجه وللجسم. وهذه صفحة مزيلات العرق، أنواع وأشكال، لكن أنصح أنه تستخدمون النوعيات اللي ما بها مواد كيميائية. مثل هذه النوعية أنا أستخدمه ونزلته قبل فترة، هذا بالصودة، بيكربونات الصوديوم والنشا، يفتح المنطقة ويسوي الريحة حلوة، يعني تظل فترة طويلة، يعني تظلين 3 أيام أو 4 أنتي تخلين بس مرة واحدة. هذه كلها باقي الأنواع كلها بالمواد الكيميائية. هذا النوع همين طبي، بس أنا أفضل الأول. وصلنا لصفحة المكياج، ونبدي بماركة ميبلين، ماركة حلوة ومنتجاتها همينة جيدة، أنا أكثر شي أشتري من عندهم، يعني أغلب مكياجي من عندهم. يعني إحنا النساء والبنات حتى لو ما نشتري، مجرد إنه نجي لصفحة المكياج، مجرد إنه نشوف شنو منزلين شغلات جديدة، يعني سوالفهم حلوة، يعجبنا نتفرج، مو شرط إنه نشتري، وإنما نتفرج، يعني نشوف شنو الأنواع، الأشكال، واحد ياخذ فكرة يعني.
هذه كريمات الأساس أو البرايمرز بكل الأنواع والألوان والتدرجات. أول مرة أسوي فلوق بالقناة، وإن شاء الله تشوفونه وتستمتعون بيه، وإذا حبيتوا هيج فيديوهات إن شاء الله أنزلكم أكثر. هذه الحمر أو الليبستيك، المات، السائلة، بكل الأنواع والأشكال. وهذه فرش المكياج أو البراشز. ونصيحة عند اختيار كريم الأساس أو البرايمر أو الباودر، لازم إنه يكون لونه قريب على لون بشرتك، يعني لا تاخذين درجة أفتح ولا درجة أغمق حتى لا يصير نشاز. وثاني شي لازم تنتبهين حسب نوع بشرتك، بشرة دهنية أو بشرة جافة أو عادية، لأنه هاي كلها تأثر على كريم الأساس من تخليه على وجهك، يعني راح يبين حلو أو لا. وهذه المسكرات بكل الألوان، الأخضر، الأزرق، الأسود، البني، يعني أنا بالنسبة لي بصراحة يعجبني أخذ من كل لون وحدة. هذه ماركة لوريال، أي ماركة لها منتجاتها الخاصة يعني بجهة. هذه همين البرايمرات، الكريمات الأساس. وهذه أنواع أقلام الحاجب، البني، الأسود، الكحل، همين البني، الأسود، الأزرق. هذه كريمات برونزية خاصة بالجسم. وهذه أصباغ الأظافر بكل الألوان الحلوة، الغامق، الفاتح. أنا لوني المفضل البينك، الأبيض، هذه الألوان الفاتحة أحبها. هذا همين كريم برونزي خاص للوجه للجسم، يستخدموه للحفلات للمناسبات. وهذه شغلات كلها خاصة بالعناية بالأظافر، أظافر صناعية، ستيكرات، الأدوات اللي خاصة بالأظافر لتنظيف الأظافر. إن شاء الله استمتعتوا بالفيديو بنات، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة للي ما مشترك، وتابعوني إن شاء الله في فيديوهات قادمة. مع السلامة.